يا مساء الفل، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ كل الف سنه وانتم طيبين، بعود رمضان وبعود الشهر الكريم، وعودا علينا وعلى المسلمين كلهم يا رب. ويا بركه رمضان خليكي في الدار واملي بيتنا عمار، ويا رب يكون شهر مبارك على الامه الاسلاميه كلها يا رب. وفيديو النهارده يا حبايب قلبي، قبل ما نبدا الفيديو كده نسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه اوريكم الهديه اللي جاتني من الكويت، واول مره يجيني هديه على قناتي، وتبقى بالفخامه دي وبالجمال ده. والاول مره وحصري غرفه نوم اتشحنت لي يا جماعه وجايه لي من الكويت. عايزه اقول لكم مدى فرحتي بيها. كنت سعيده جدا سعيده جدا بالغرفه بجد، وشكرا لك يا ام علي، ربنا يكرمك وفي اولادك يا رب، وفي ميزان حسناتك يا حبيبه قلب، ربنا يكرمك يا رب. الغرفة هي يا جماعة ده الحتتين دولت التسريحة وظهر السرير. وانا جبت النجار بقى علشان ايه ينصبهم. بجد ما كنتش متخيلة ان هي بالجمال ده وبالفخامة دي اوضتي القديمة. دي اوضتي القديمة اللي هي بتاعت فرح. احنا بقى فكينا الأوضة دي كلها وطلعناها بقى ايه، وطلعناها فوق، ودي الأوضة بعد ما فضيت قلت بقى ايه، هنكنسها وامسحها الاول وانضفها قبل ما ننصب الاوضه. طبعا الحيطه ديت انا هجيب لها ورق فوم، لان دي رطوبه من جيراننا اللي ورانا. جيراننا اللي ورانا هم السبب في الرطوبه بتاعت الحيطه ديت من ايام الشتاء. انا جيت بقى ايه، النجار بقى وهو شغال بره. انا بس حبيت اوريكم الاوضه بتاعتي القديمه والاوضه الجديده. الأوضة الجديدة بقى إن شاء الله عايزة مرتبة. طبعا أنا هنزل أجيب مرتبة بالمقاس، لأن المقاس ده أكبر من السرير، أكبر من القديم. ده 200، لكن القديم كان 150. فأنا بقى همسح بقى. طبعا إحنا كنا بقينا بالليل، يعني الكلام ده يعني هو بدأ شغل فيها من العصر لحد حوالي الساعة 10 بالليل كده على ما خلصوا. بدأت بقى ايه امسح الأوضة وانضفها على ما النجار يخلص. النجار شغال بره بقى فيها بينصبها، على ما انا مسحت بقى الأوضة اهوت. والحيطة دي بقى ان شاء الله هنجيب لها فوم، علشان كده منظرها وحش، وكمان ايه عشان ما تضرش ظهر السرير. تمام. عايزة أشكر أم علي كمان مرة، ربنا يكرمك يا حبيبة قلبي، وربنا يبارك لك في ولادك، وكل ألف سنة وانت طيبة ودايما جيدة ودايما سخية ودايما ما ننحرمش من كرمك. ربنا يكرمك يا حبيبة قلبي. وأنا مبسوطة وسعيدة جدا يعني إن أنا يعني اتعرفت على واحدة ست محترمة زي حضرتك كده. انا خلصت بقى اهو يا حبيب قلبي، وايه والاوضه بقت نظيفه بقى ومش ناقصه حاجه، والاوضه بقى ايه هتتنصب، وهي بقى ايه على نظافه بقى. تمام. خدنا بقى الاوضه فكناها طبعا اللي هي القديمه ديت، وطلعتها بقى فوق. ودي بقى هتتنصب بقى ايه مكانها. دي الاوضه دي على الجنينه، شباكها الكبير اللي ورا الستاره ده بيفتح على الجنينه. إيه تمام كده. خلصت بقى اهوت، قربت اخلص. كنا بقينا بقى ايه في الوقت ده بقى، كنا حوالي الساعة 10 بالليل. والأوضة لما فضيت طبعا بقت واسعة جدا. تمام كده حبايبي. ان شاء الله هنستعد بقى للشهر الكريم، وبإذن الله نعمل فيديوهات تعجبكم ويا رب يا مسهل يا رب تجعله شهر مبارك علينا يا رب. هنا بقى الأوضة اتنصبت اهيت. بصوا بقى يا جماعة، شوفوا الجمال. أحلى حاجة بقى فيها الإدراج، هي فيها إدراج كتيرة جدا. بصوا الإضاءة ظلمها على فكرة، لكن هي جميلة جدا وتحفة فنية. بس هي للأسف من الشيل والحط، طبعا مشحونة. والشيل والحط وكده حصل فيها بعض الخربشة كده. بس النجار بيقول لي احمدوا ربنا احمدوا ربنا ان هي جت سليمة، والمراية ما جرالهاش حاجة. المراية ما جرالهاش. واحلى حاجة فيها التسريح.
احلى حاجه في الاوضه التسريحه. وهي التسريحه ما حصلهاش حاجه، هو الخدش في المله دي بس بعد الخربوش كده، من طبعا من الشحن وكده، بس يعني عجبتني جدا الادراج اللي فيها وهي الخشب نفسه، خشبها نفسه. يعني النجار بيقول لي النوع ده من الخشب غالي جدا، بيقول لي الأوضة دي اسمها ملوكي. فبجد تحفة فنية. بصوا بعد خربوش كده لسه طبعا الدولاب ما تفكش، الدولاب لسه موجود اهو بتاع القديمة. هيتفك بقى ان شاء الله وهيطلع فوق مع الأوضة، وده كمان هفكه وهننصب بقى الدولاب بتاع الأوضة الجديدة دي. وهبدأ بقى ايه انقل بقى، يعني انا قدام اليومين اللي جايين كمان قدامي شغل في الأوضة، هنقل بقى الهدوم من الدولاب القديم للدولاب الجديد ومش عارفة ايه اللي قلب التليفون ده. بقى تاني يوم انا مسكت بقى الجنينة البرندة، روقتها ونظفتها مكان الورق. طبعا الورق اللي كان الأوضة جاية مشحونة فيه، روقت بقى البرندة وسيقت البيت كله، مسحت البيت بقى كله من جوه وروقته ونضفته تمام. وده بقى ايه الورق بتاع الأوضة هناك عند جنب البوابة هناك اهوت، شلناه بقى. طبعا انا كنت حاطاه جنب التوم، جبت توم اهو يا جماعه، وان شاء الله ايه احنا هنخزنه بطريقتنا المعتاده. احنا بنعمله بنشرشه كده يا جماعه، وبربطه وبعلقه، ما بفرمش انا توم خالص. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، واشوفكم على خير ان شاء الله.